النهارده معايا بجد حد من اقرب الناس لقلبي، حد صديق قريب جدا لقلبي. دايما لما ببص له بجد بحس ان دايما في امل في الدنيا. علي مش من الناس اللي بتمشي على الخطة المرسومة. علي دايما بيخترع خطة لنفسه يمشي عليها، بيقع وبيقوم وبينجح وبعد كده يلاقي حاجات تانية تطلع في النص، بس دايما بيرجع يقف من الأول وجديد ويبني نفسه مرة تانية. النهاردة معايا علي أحمد. هاي علولي. الضرب نار رهيبة. علي انت في بودكاست. انا مش مصدق ان انا جيت اصلا مش موسخ التيشيرت. ايوه يعني انجاز من الصبح صاحي معايا شنطه فيها تيشيرتات احتياطي عشان ما اوسخهاش. الحمد لله وصلت علي بدون بودكاست. قطعه قهوه. ازاي؟ مش عارف والله. مش صدقها. انا كان نفسي اطلع في البودكاست بتاعت اللي هو حكيم وكريم دي، عارفاها؟ اللي هو انت انبسط انك 3 ايام وكده. مش عارف انا هعمل ايه بالظبط، بس انت ولا فين يعني. طفى يا علولي، انا صح. مستنيك هنا. بس انا بجد شفت هابنز دي يور لايف. كان في بالظبط كده. لا لا بحس بجد. لو طلعت في اي بودكاست المفروض تبقى دي يعني. ايوه لا لا والله انا دايما لما كنت بفكر وانا بكتب عن الموضوع وبعمله اصلا، قعدت اقول بجد من الناس اللي في حياتي اللي بيريبريزنت قوي الاسم ده علي احمد. شفتات في كل حته، شفتات يمين وشمال. لا بجد ببقى حاسس كده قوي، بس مش عارف بقى، مش فاكر الشفتات فهنفتكرهم بقى ساعة. لا لا هنفتكر، احنا عندنا قاعده طويله. دي كده شفتات براحتها. طب عايزه اسالك على حاجه. اول حاجه هسالها لك سؤال بنساله لاي حد بيجي شيفت هابند. لو هتوصف نفسك في كلمه واحده هتكون ايه؟ انا اصلا كاتب في البايو بتاعتي في الانستجرام بلازنت كيوس، اللي هو كيش لذيذه كده يعني، عشوائيه بس عشوائيه عامله مفرفش. واللي هو فن يعني انا كيوس. بحب قوي الجمله دي، يعني دايما ببقى عايز اخش اغير البايو عشان بحس بقى ان انا المفروض اكتب حاجات تانية، بس دايما مش بعرف اشيل كلمه a pleasant chaos دي. بحب فكره ان في عشوائيه بس لذيذه. فاهمه فاهمه. كم كلمتين صح؟ تمشي انت لا تمشي عادي. تمشي pleasant chaos. اه يعني it describes the shifts اللي انت بالظبط كده. بتجو through. ايوه. ماشي. طب علي عندي سؤال. دلوقتي انت كنت عندك career successful جدا في Red Bull و you had a very successful career in your DJ. A squared كان في حتة حلوة قوي، very established، وكان عندك شغلك ماشي حلو قوي و your hobby ماشية تحفة والحياة جميلة جدا. في يوم وليلة انت قررت انا عايزة اعمل shift. ازاي قدرت تسيب ال successful life وال very fun life وتاخد القرار اللي كله uncertainty؟ انا متاكد ان ده اول سؤال بس مش جاهز له. لا. والله الموضوع ده بيبقى بيتقال عليه بقى، المفروض اقول جمله كبيره بقى قوي اللي انا بقى كنت عايز اعمل تشينج رهيب في حياتي وكده يعني. I think ده الحاجه، بس حقيقه الموضوع ان I think كنت دايما بعمل تشينج. انا كنت صيدله، كنت بعمل صيدله، سبت صيدله اشتغلت في ماركتنج في ريد بول، بعد كده في سيلز، بعد كده ف I think there is always حاجه in me كده that I reach a point في حته معينه and I feel that I need to change regardless of how successful I am in something او الحاجه دي فين. في دايما عندي tipping point كده. اكتشفت الحوار ده من سنه بالظبط. كنت دايما بفكر ان انا بعمل حاجه جديده عليا، بس لما بصيت باكوردز لقيت ان انا دايما في مرحله كده بحس this is good I need to do something new. فانا عارف المفروض الاجابه يبقى اللي هو انا خلاص كنت خلصت ريد بول ومش انا بحب ريد بول جدا. ايوه بحب اي سكوير جدا. الحاجات دي كانت ميجر في حياتي، حاجات يعني بليسنج من عند ربنا. وكل الناس انت اشتغلت معاهم كانوا اصحابك جدا. ولسه اصحابي يعني لسه اصحابك جدا. if I do life again هعمل نفس يعني عمري ما هغير السايكل دي. يعني عمرك ما بتبص لها ان دي كانت غلطه واللي هو انا كان لازم اعمل الشيفت I would ده. do it again exactly بنفس كل حاجتها. I think بقى I'm blessed ان انا ساعتها كان عندي الجاتس، او مش الجاتس honestly، كان عندي عارفه اللي هو نعيم الجهل. كان عندي نعيم الجهل ان انا اقدر اعمل تشينج ده، اللي انا انط واطلع اصلا جوه الكورونا وكده. انا برضو كل التشينجز دي حصلت قبل الكورونا بشهر، فانا حصل ده كله دخلت الكورونا فجاه. ف I think it was a boil up اللي انا كان من بره شكل كل حاجه successful ولذيذه وفيها حاجات حلوه، بس انا كنتش satisfied. يعني انت يا علي لما قررت تاخد الشيفت ده ما كانش اللي هو لا انا مش satisfied ولا انت كنت حاسس ان انت you can achieve في حته احسن؟ يعني التغيير جه من انهي calling؟ يعني اكيد التغيير بيجي من الكولينج. بالظبط. فالكولينج بقى اللي جالك ده كان بيقول لك ايه؟ ليه كنت حاسس ان انت لازم تغير؟ لا يعني انا في فكره كده طلعت في دماغي مره، هي كانت البدايه ثريد الموضوع ده، ان from outside my life looks great. اللي هو الولد الشاطر قوي اللي بيشتغل في شركه مالتي ناشونال جامده قوي وعنده كارير حلو قوي في حاجه روشه قوي زي الدي جينج. فدايما من بره people are seeing حياتي فظيعه، بس لما اتحط في اوضه
ببقى زعلان جدا. يعني اول ما ببقى بره ال on paper climax دي I need always to be on something to be happy, either in a gig, in a meeting. بعمل حاجه جامده قوي يا اما زهقان وزعلان ف I was afraid ان انا اكمل حياتي كلها كده. كان عندي خوف. الميجر موف او الحاجه اللي خلتني اعمل كده خوف ان انا اكمل كده. اللي انا من بره شكلي حلو قوي، الدنيا شكلها لذيذه قوي، اهلي مبسوطين بيا، اللي هو اصحابي حاسين اللي هو الدنيا حلوه، بس انا كشخص when I'm alone in a room I'm not happy. حاسه ان انا you can achieve اكتر في حته تانية. بس مش عارف هي ايه حته تانية. فكان المشكله ان ادور حته تانية الاول ولا اسيب وادور حته تانية. قصدي سبت على طول. يعني كنت بحاول اعملها بطريقه لوجيك. قلت لك كان نعيم الجهل حلو ساعتها ان I wanted to اللي هو اجرب اعمل الموضوع زي ما بيتعمل، اللي هو ايوه بس انت خدت القرار ده في 2020 وقت ما العالم اصلا ما كانش فيه اي شيفتات غير الشيفت بتاع الكورونا. فانت ازاي برضه خدت القرار ده؟ هحكي لك قصه قد ايه برضه على اللي هو الموضوع ده. انا اصلا كنت رايح المطار العب حفله في ابو ظبي، فقالوا لنا اللي احنا لو رحنا هناك هنقعد 14 يوم عشان حاجه اسمها كورانتين. انا مش عارف اصلا ايه كورانتين ده. كنت فاكر اللي هو المخرج اللي هو كورانتينو ده اللي اسمه تورنتينو. اسمه ايه؟ اسمه ايه مخرج؟ في مخرج مشهور كده اسمه حاجه. فانا مش فاهم ايه. ايوه صح حاجه كده. فانا مش فاهم اللي بيقول لهم ليه احنا قاعدين 14 يوم، عندي حفله في جاز كلاب يوم الخميس الجاي، فليه اروح ما ينفعش كل ده. ايوه فكان عندي بلان برضه نوعا ما ان انا لما هسيب الشغل هلعب مزيكا شويه which was booming. ما كنتش عندي كنتش عارف هسيب مزيكا بصراحه. الفكره دي هتكمل معايا يعني. انا was doing very good في المزيكا ساعتها. فالبلان كان اللي انا ease into change، اللي هو الاول اسيب الكوربريت with I don't think ده قرار لكل حد. يعني حاسس احسن بكتير ناس تقدر مكمله في كوربريت لو شغلانه حلوه مفيش مشكله، عشان ما بحبش ايوه اللي هو يا جماعه سيبوا الكوربريت موفمنت الاستقاله دي مش ماليش فيها. وكنت عامل حسابي ان انا I have something else to do and then right after يعني اللي هو I think استقالت في شهر 2 و it was a very tough استقالة. يعني كنت بموت في ريد بول. ايوه كفايه وكل حاجه. او في شهر ما كانش اللي هو انا جايب اخري بقى من الشغل شهر واحد لا حاجه كده. فاللي هو وانا في النوتس بيريد بتاعتي اللي هو بقى بهاند اوفر فيها حاجات وكده بدات بقى اركز اكتر في المزيكا. فكره انا لعبت حفله يوم 14/3 في وسط العالم كله خلاص كان عنده كورونا الا مصر لسه مش معترفه بالموضوع. كنا احنا عادي وانا بنحط منديل كده على وشنا. كان لسه حتى الماسكاز ما وهنقفل عشان الامطار مش عشان عادي. كان في مشكله سيول وكان كورونا ما كانتش شوكولاته لسه عادي. ف I think the motive was fear of ان انا I'm living يعني one life. فحاسس في حاجه تانية في كولن كده اللي انا غالبا ممكن اعمل حاجه تانية مش عارف هي ايه ومش عارف هي ايه. بس كنت عارف ممكن اعمل حاجه تانية. ف somehow بقى I think دي حاجه من عند ربنا. يعني كان عندي enough guts اللي انا انط. if this happens again now I will not be able to. يعني كان ساعتها Charlie don't know this. you're unexpected. ما انا اصلا بره خالص ما عنديش حاجه اقول. لا بالظبط اقول لك you're unexpected. بس انا عايز مش حاجه اقول منها بالظبط. ف if we say يعني the main reason was and when I'm in a room alone I'm not satisfied. I need so many علي احمد بينه وبين نفسه تحصل بره حواليا طول الوقت عشان اكون satisfied. ف I felt that this is not right. ف I had to let go of so many things that were very good. وحاجات كان رب يعني كنت كرم كبير عند ربنا. حاجات كتير قوي في حياتي كانت بتحصل كويسه بس I wanted to get the feeling inside first and then اللي هو انا هاخد بقى القرار اللي هو زي ما يعني وانا بذاكر بقى وحاجات دي قدامي اللي هو اعمل اول البيرسونال فيكتوري قبل البابليك فيكتوري. اللي هو دايما اللي هو الناس بتبقى بتسيك اللي هو البابليك فيكتوري ده اللي هو انا عايز اطلع على اشوت بس انا من جوايا انا لسه ما وصلتلوش. عايز اطلع على كايروسين. عايز صوره كده ولا مكتوب عليها منشيت تحت رهيب. فدايما I understood later on ان البابليك فيكتوري من غير البيرسونال فيكتوري او برايفت فيكتوري بتقعد قصيره مدتها قصيره بتقعد لحد ما البوست يبطل يجيب لايكس. ف I took my time بقى to get the private victory first اللي هو اتحرك ورا البرايفت فيكتوري دي. طبعا
وفي النص كتير يعني الموضوع كان ماشي كويس بس تمام. لا وكمان بحس عليه ان في سوشيال بريشر قوي ان انا لازم اعيش حياتي بطريقه معينه اللي بتفت المجتمع كله في الوقت ده. انا اصحابي بيعملوا كده فانا لازم اعمل كده، والناس بتنجح بالطريقه دي على السوشيال ميديا بالشكل ده. انت بقى جيت فاهم في وقت قررت ان لا انا مش هنجح بالطريقه اللي الناس بتقول عليها. صح. ازاي خلقت لنفسك كعلي احمد بيرسونا تنفعك انت للنجاح؟ يعني ما تبقاش اللي هو ماشي على كل الناس، مش الحاجات اللي الناس ماشيه عليها هي دي اللي تنفعني، انا هعمل حاجه لوحدي. ايه كانت الحاجات اللي انت قررت تمشي عليها، وازاي قررت ان ده لازم يحصل مش ان انا لازم امشي مع الهايب؟ صح. انا هقول لك ان انا اصعب واحد في العالم كان عنده مشكله في الحوار ده، عشان اسمي علي احمد، اسم عالي جدا. حتى ما عنديش مثلا هانيا مورو، سامي الغزاوي، ما عنديش حتى تايتل. ممكن الاهلي صعبوا عليا بس اسمي علي احمد محمد علي احمد، مفيش اللي هو كانوا بيخلفوا يكرروا اللي هو كان اخر ابي اسمه ايه فوت اسمه عليه. كان الدنيا يعني ناشفه جدا عند اهلي في التسميه، ما كنتش متساعد حتى في تايتل يعني. عشان كده بقى اسمي علي احمد بس اسمي علي، يعني اسمي بقى مركب دايما علي علي احمد احمد. ما بنقولش علي بس. بس I think ان هي كانت، انا برضو جاي من، انا اتخرجت من الجامعه اشتغلت في ريد بول على طول. انا اشتغلت في الجامعه انا في ريد بول، وبعد كده طلعت من ريد بول من الجامعه، سبت كارير صيدله اللي انا كنت المفروض اهلي مستنيني بقى ببيع اسباسيل وكده. بالظبط. انا بحب الصيدله جدا برضو لكل الكاميرات. الناس جامدين جدا والله. ليت الاونكس اللي هو كارير جامد قوي، بس اهلي كانوا حاطين حاجه معينه اللي هو اكتيشن معين. وانا اتخرجت ب 3.72 كنت هاي اونرز. فكان في اكسبكتيشنز ان انا خلاص صيدليات عالي وعالي، يعني كنت داخل في حاجه معينه جدا هتحصل. ف بس because I was always في الجامعه وفي ريد بول شايف ناس ماشيه في باثز تانية وده بيحصل، فكان دايما عندي انسايت كده ان one day I want to be one of those، اللي هو الشخص اللي قرر يحط طريق ويمشي فيه واللي يحصل يحصل، اللي هو يبقى عنده بليف عالي قوي ان ده صح، ان جاتس فيلينج الانتويشن الكلام ده هيمشي في السكه دي. ف part of it is الكالتشر اللي انا قعدت فيه 10 سنين. 10 سنين بخش اشوف بيجي ناس اللي هم ايه اللي انت بتعمله ده في الاخر يطلع حاجه ثانيه جامد جدا. لو واحد قرر اللي هو بيعمل باك فليب الموتوسيكل وده السيستم وهبقى خلاص هو عنده حركه واحده، فاهم؟ هي حركه واحده هينجح هيبقى بيها وخلاص. وفعلا بينجح. ف I think I was كنت شايف ده قوي. والكيك اوف بتاع الدي جي كارير بتاعي كان كده، اللي انا رحت في حاجه عجباك عايز تعملها فلقيتها اول مره اجرب اعمل كده، اللي انا ما اعرفش الناس دي رايحه تعمل ايه. رحت الدي جي اكاديمي فيها وانا رايح اصلا في الباص، انا مش عارف دخلت دي جي، انا كنت اصلا رايح اقدم مع واحد في حلو قوي ان في دي جي اكاديمي. هو في دي جي اكاديمي في مصر كده اسمها ستودنت دي جي، وكان واحد صاحبي مش انا اقنعني ان احنا نخش مع بعض. هو مش بيحب يلعب مزيكا قدام الناس وانا ما بعرفش العب مزيكا، فالولد ده قال لي هنروح الاوديشنز مع بعض. هو اللي هيجيب مزيكا هو كل حاجه وانا بس الشخصيه. فانا رحت وصلت الاوديشنز دي، والاوديشنز دي فيها دلوقتي هم المفروض كانوا هيختاروا 20 واحد يروحوا كامب. ففي مثلا مش عارف في ناس اي حد عايز يبقى دي جي بيروح البتاع ده. فانا رحت وصلت قبليه شويه وهو مش بيجي. عمال دورنا كل شويه دورنا هيجي، فاقول لهم معلش بس هو جاي تاني حد. انا مش هقول اسامي اي حد في الهارد في عامه، غير هقول سلمى غزاوي عشان هي مراتي لسه. سلم صباح الفل. ايه ده مراتك بس سلمى. بس ف ما جاش كلمني، كان فاضل اخر دور خلاص كلمني قلت له هو انت مش جاي؟ انا جاي، انا رايح، انت اللي معاك مزيكا اصلا انا مش معايا مزيكا. فدخلت الاوديشنز، فدخلت لهم هم قاعدين برضه ناس بحبهم لحد دلوقتي. قلت لهم بس يا جماعه ما بعرفش العب مزيكا، ما عنديش فكره انا بعمل ده ازاي. واللي كان بيلعب مزيكا او الشخص المسؤول عن الموضوع ده ما جاش. هو قال لي جدتي تعبانه وبتاع وخلع مني، بحبه جدا صاحبي برضه دلوقتي. فسامهاو هم دي لايك اللي انا دخلت كده ومش عارف ايه وبتاع. فلما جم بيانونسوا على، كان بيانونسوا على فيسبوك مين التوب 20 اللي مسافرين. فالتوب 20 اللي مسافرين اللي هو الناس اللي هو بيصحى يشربوا مزيكا. ايوه بقول لك استابلش جدا في الكارير وبقى اسمه علي احمد ما لعبش ولا جايه في حياته كل يوم. مش استابلش بس الناس عارفه ان دي مزيكاتيه اللي هم بيعملوا عندهم فلاش ميموري. ايوه انت اصلا ما كنتش هناك يعني، انا معيش اكويبمنت، انا مش ناحيه الموضوع ده خالص، انا جاي فاضي. انا مش بسمع حتى عمرو دياب يعني، ولا هنا ولا هنا. بحب اخرج قوي يعني، فاهم التيم بتاع خروج انا بحبه الموضوع ده، عندي اصحاب فيه. ففكر ان انا وانا اون ذا باص جوينج ذير، الناس بقى كلها في باص بقى رايحين جونه،
واحنا رايحين الجونه بيتكلموا بقى نفس اللينج. لا بيسمعوا بعض تراكاتهم. أيوة، التراك ده بتاعي انا مثلا، السنه الطريقه بتاعي ده انت عملته يعني سمع حطيته دخلت فين ازاي اصلا ده بيطلع يعني. فكنت فكان عندي كده fear and excitement that I liked اللي هو انا رايح مع ناس that are so much more established than me في الحاجه دي، بس حاسس ان انا هتعلم حاجه جامده. بس علي انت دايما كده، انت يعني انت دايما بتحاول تتعلم حاجه جديده، مش بتحس ان انت خلاص انا كده تمام يعني عمرك يعني I think ده دلوقتي لما كبرت شويه بدات افهم pattern بتاع حياتي، بس I don't think انا كنتش فاهمه ساعتها. فاهم قصدي؟ يعني even Red Bull في النص رحت عامل negotiation masters في HBX اللي هو بتاعت هارفارد دي، وكان بالنسبه لي حاجه لذيذه، بس ما كنتش فاهم حاجه اللي انا بقى حاجه كبيره. ايوه غير لما دلوقتي اي حد بيخش البيت يلاقي شهاده يقول لي ايه ده الشهاده دي، فانا بقيت عمال اطلعها لبره سؤال اللي هو كمان. بص الشهاده وبتاع. فاي ثينك الباترن بتاعت انا كنت بشوف ناس كتير قوي بتنجح في حاجات ملهاش روت او ملهاش سكه معينه، كانت دايما بتخليني اكسايتد. وموضوع اي سكويرد او الدي جينج اللي هو اي went there I learned من سكراتش، ولقيت عندي حاجه عارف اعملها، لقيت عندي صوت بحبه، لقيت عندي حاجه. بعد كده قابلت الدي جي بارتنر بتاعي اللي هو كان ميوزيشن جدا وجامد جدا، بحبه برضو جدا. بقيت صحاب جدا. وبقينا يعني اكتر من اخوات. and A squared became A squared اللي هو بقى هيوصل ده صح يعني. تحية لعمرو بنا برضو. ف this was برضو a big motive in الباس. مش دايما بالشكل اللي انا فاكره، عشان يكون طول عمره بيحب الحاجة دي عشان يروحها. مش ده السيستم، مش كده. السيستم بتاعي at least اللي I think I have in passion comes and go and excitement comes and go. احنا بني ادمين يعني، مش انا طول عمري نفسي ابقى ده. انا ممكن اصحى النهارده احس عايز ابقى ده. وبحس كمان يا علي ان احنا as we grow بنعدي باكسبيرينسز بتخلينا evolve، فالانترست بتاعتنا بتختلف وبتخلينا نشوف حاجات ما كناش بنحبها بقينا بنحبها، وحاجات كنا بنحبها جدا ما بقتش مهمه بالنسبه لنا. فas we go الانترست بتاعتنا بتختلف، فما فيش اي حاجه توقفنا اللي هو ايه ده طب خلاص انا ده مش نافعني، انا عايزه اجرب ده وهحاول انجح فيه، بس اتليست اجرب حتى لو انا عارف ان انا ممكن ما انجحش فيه. بالظبط. لا هو I think ده اصلا هو ده الحياه. هي دي الحياه. هو في بس لخبطه في فكره ان لو انا من الاول عارف انا عايز اعمل ايه، فهو اصلا مفيش لازمه بقى القصه دي كلها، ومفيش لازمه اصلا لفكره ان يبقى في حياه عامه يعني. لا وبحس برضو ان احنا بنريزيست قوي. مره كنت بتكلم معاك وانت قعدت تتكلم معايا في الموضوع ده، يعني كان في كده حاجه نورت جوايا اللي هو كنت بتقولي انا بحس ان الناس دايما شايفه ان في طريق واحد تمشي عليه وهو ده النجاح بالنسبه لها، مع ان كل الحاجات اللي حواليها بتقول لها يلا نغير ده، بس احنا دايما بنريزيست. صح. ازاي انت بقى كنت مش بتريزيست مع ان انت برضو you grew up في السوسايتي بتاعت اللي هو انت اهلك رسمين لك طريق؟ ازاي عرفت ان انت ما تعملش ريزيستنس ده وتبليف ان انا هروح هناك؟ ماشي. كنت بقعد قاعد في الحمام بالليل في جمله كده بحبها قوي عندي في كاتبها برضه، حاجه اللي هو قريتها وبكثر حبيتها كتبتها في حته في حياتي اللي هو لا تقاوم ما تحب ولا تتحمل ما تكره. بحس ان احنا we're built somehow on a survival. البني ادم عامه built on survival. فلو في حاجه شكلها حلو قوي هناك وفي شجره كبيره منزله فاكهه كتير وذهب والماظ ومجوهرات وكده وشفتها، البني ادم طبيعي هيخاف يروح لها. هيبقى عنده حس اللي هو في حوار في هناك حاجه. and I think دي المشكله الميجر اصلا في التشينج دايما perceived somehow ان هو against the nature. اللي هو انا عشان اعمل باث جديد او اغير اللي بيحصل او اغير لنفسي باث او ده حاجه كبيره جدا المفروض البني ادم يكون جاهز لها جدا، وبيصحى الساعه 5:15 ل5 عشان ينزل يجري والدنيا بتاع ويلبس بتاع اندر ارمور ما بتعملش عالم تحت الباط، يعني لازم كده ويحط وشه في ميه ساقعه وبتاع عشان يعمل تشينج. دايما تشينج از perceived اللي هو حاجه. وانا وقعت في الموضوع ده. انا في كلنا طبعا اول رحله البتاع بقى جبت في كتاب اتوميك هابتس و5 AM كلاب و5 و6 وعملت كل الحاجات دي ماشي على الكتب دي، وبصحى بقى متضايق جدا اللي هو انا اول ما انا دخلت في الكورونا ف بقيت عاطل فجاه من ولد اللي هو بيشتغل 3 شغلانات، بصحى من النوم برجع تاني يوم الصبح انام ساعه واستحمى البس اروح شغل، لا ان I was doing nothing.
كنت اول مره اكتشف اصلا الحته اللي انا عايش فيها فيش نتورك. كنت اول مره اعرف ده والله. لا انت دايما بتتكلم وانت بره. دايما بنزل انا بصحى انط بسرعه وبتاع وانزل فكنت اول مره اصلا اكتشف ان اللي انا لازم اغير البيت ده عشان هو بجد مش مفيهوش نتورك. هو مفيهوش نتورك لازم انا جوه زي دلوقتي مش مثلا اوضه فيها اوضه. زي النهارده كده يا جماعه اللي بيتفرج على الحلقه دي النهارده مصر ما فيهاش، احنا في الخرم. انا بقى الحلقه دي بجوابات برقيه قرط البرقيه صديق هابلز. ف ف ايه اللي كنا بنقول ايه والله كنت بتقول ان انت لما كنت في الكورونا بقيت ما بتشتغل. فاللي هو دخلت قوي بدماغي في فكره ان عشان ابقى ناجح لازم اعمل كل الحاجات اللي هي الاكستريم. فكنت بقى مفيش حد تعمل الحاجه اصلا الناس في بيوتها فاكرين العالم بيخلص وانا بصحى الساعه 5 اجري حوالين البيت عشان هو ده اللي هينجحني. وباكل صح وبضرب اوت ميل ببني جدار عازل جوه بطني عشان اعيش واللي هو being very tough on myself عشان فاكر ان ده ريسبي النجاح. لا وفاكر ان ده اللي هيخليك بقى توصل للتغيير اللي انت عايز توصله عشان التغيير ده حاجه كبيره قوي. وقفت انترتينمنت في حياتي اتفرج بقى على فيديوهات الناس بقى تيد توكس ديفلوبمنت بقى اللي هو اسمها ايه مفصل ورا بعض تيد توكس في سايمون سينيك مش عارف ايه سيلف ديفلوبمنت بحت بقى مفيش بقى التلفزيون اصلا مش مفتوح ما بيفتحش يوتيوب ما خلاص. واي ثينك لو كان انا جالي يعني نيرفس بريك داون في الوقعه الاولانيه اللي هو اول تشينج برضه انا كنت على فيرجن نيرفس بريك داون يعني برضه عشان دي وانا بستقيل كنت في حته نيرفس بريك داون بس انا مش عارف ايه نيرفس بريك داون بسبب ان انا كنت لايف از هابينج فمش قادر اركز ان انا في نيرفس بريك داون. يعني انا بتضايق بيجي لي حفله لا بتضايق بسافر دبي عندي ميتنج there's an outlet في اوتلت بخرج فيه بسافر 15 times a year دايما عندي ميتنجز بره مصر فانت اصلا مش عارف تبروسس مش لاحق اعرف ان انا اصلا عندي مشكله. يعني انا لحد ما الكورونا دخلت بجد وقعدت في البيت بدات افهم يعني ايه اللي انا انكشس يعني ايه ديبريسد يعني بدات افهم الحاجات دي وانا في البيت قاعد لوحدي بقى اللي هو ده الحوار اللي هم قصدهم عليه اللي هو بيحصل للناس اللي هو عندي انا ما اعرفش عشان مش لاحق عشان انا عندي a lot of باندج بقى احط اللي هو انا زعلان بهوب حفله مصريين عندي ميتنج بره فرايح بقى انت مش لاحق تقعد مع علي تفهم علي التشينج اللي بيحصل في حياته ده بيوصلوا لايه بيغيروا لايه بيغير واللي هو عمل لي نيرفس بريك داون مثلا ليتس سي ب 7 من 10 مثلا اللي عمل لي نيرفس بريك داون بجد وانا بحاول ابقى مان بقى لما بقى كنت بصحى الصبح ومش بنام بالليل ومش بتكلم مع اصحابي وفاكر نفسي بقى خلاص كده انا ام ذا رايت تراك بقى بجيب سويرس جونيور ورايح بقى بعمل حاجه ومفيش اي برودكت بيطلع اصلا عشان اصلا انا مفيش حاجه مش بعمل حاجه يعني عشان انت كعلي مش مرتاح بحط ميه بره البطرمان اصلا مكسر وواقع على الارض وحالته وانت عمال تملى له ميه كده بصحى له بدري وبتاع وبنام بدري مش وببص على الناس كلها اللي هو محدش مركز زي توكسيك تريتس كده فظيعه. ايوه ما برضه نقطه ان احنا نكمبير دي مرعبه كارثه وبتدي ساتسفاكشن مش غلط بتدي ساتسفاكشن اللي هو والله لو انا بصحى الساعه 6 وانت بتصحى الساعه 9 انت اوت ما ينفعش نقعد مع بعض. اكتر حاجه ممكن تحصل لشخص بيصحى قبل التاني 3 ساعات اللي ياخد رقم قبلك في البنك يعني ده كده التوب اتشيفمنت اللي راح السي اي بي ده الموضوع ده هو مش دماغه مش تمام لا التراب بتاع الكومبيرنج ده مرعب. الكومبيرنج والتوكسيك تريتس اللي شخص فيه ريسبي اشتغلت معاه فالريسبي دي ممكن حد يشتغل معايا فيها حاجه لا يعني ممكن waking up early انا بحب اصحى بدري لحد ده ممكن يشتغل معايا بس مش ضروري يشتغل معايا working out early يشتغل معايا عشان مثلا شخص I was never generally I was بقى كيك بوكسنج مش عارف ايه فانا دايما في الكارديو سبورتس الرهيبه دي اللي هو لازم اكون بتحرك بسرعه لازم بخس لازم دايما اكون بخس يعني انا دايما عندي حاله اللي انا مهما اكلت ممكن تليفون انزل امشي 10 كيلو ففور مي it was I like to wake up and walk بس الكتاب بيقول انا لازم اتمرن الصبح ولازم افطر قبل الساعه 8 كل حاجه بعملها دي كانت بتجيب لي ستريس اكتر. انا صاحي مش طايق حياتي بصحى من النوم يا نهار اسود هروح بقى اعمل اكتر حاجات بكرهها في حياتي اول ما اصحى بس عشان انا خلاص قررت اسيب الحياه القديمه وابدا الحياه الجديده والحياه الجديده اللي فيها نجاح بتبدا كده بالظبط كده. انا لازم ابدا كده فحاول بقى انا دلوقتي هصحى اتخيلي بني ادم اي لوجيك اصلا ايه اللوجيك بجد بيقول ان الواحد يصحى اول حاجه يعمل حاجه بيكرهها طبعا حاجه غريبه جدا هي حاجه صعبه فعلا وفي كونسبت اسمه ايت يور فروج اللي هو الحاجه الصعبه الاول وبتاع بس اتليست اكون بحبها وعايز اعملها اصلا لا when there is need لما انا مش طول الوقت محتاج كل يوم اكون بصحى اعمل حاجه مش بحبها
يعني this is not logic. اللوجيك بتاع الفكره دي مش مظبوط. هتخليك مش productive. في ناس بتموت في الورك اوت الصبح، يشربوا طبعاً. كل الصبح. ايوه انا دلوقتي بقيت بحب جدا اعمل كارديو الصبح، بحبه، بس مش لازم لو انا حطيت دماغي في تمرينه كامله ساعه ونص الصبح فبدات اليوم في حاجه، ففين الطاقه اللي انا اصلا صاحي ومبسوط مش عارف ايه. ف this path اللي هو كان اللوجيك اللي هو 101 انسان بيتغير، اللي هو طالع من انت حياتك. اصلا المخدرات دي مشكلته انه it adds a lot of pressure على بني ادم اصلا عايز يتصلح الاول. يعني انا ما اقدرش فازه كانت بتشيل 3 وردات عايز تشيل 5 بس هي مكسوره، ما ينفعش احط 5 مكسوره، لازم الاول اصلحها واشوف ايه ظبطتها. لا وقف. وانت كنت محتاج في الوقت ده ان انت بعد الحياه اللي انت سبتها كنت في وقت في سن معين انت محتاج تفهم الحياه القديمه دي غيرت انت فيك ايه بالظبط. عشان تبدا بقى تستابلش a new personality اللي هي جايه بقى مع التغيير الجديد، وتفهم ده وتعرف بقى الحاجه اللي انت عايز تبنيها في شغلك هي ايه اصلا، هي ايه اصلا. صح. I think لا يعني building the path was الاول another big failure اللي هو بتاع يلا دلوقتي حالا انا هتغير في كل حاجه في حياتي، هتغير بقى وهنزل كونتنت بقى على الانستجرام واقول للناس يعملوا ايه وكده. وبعدين حصل لي بعدين نيرفس بريك داون اللي هو بقى تحت خالص بقى، اللي هو كل الباتريز رجعت تايمز تاني، اللي هو يلا دلوقتي يعني لو كنت مثلا بشرب سجاير 3 سيجارات في اليوم مثلا، بقى معايا ايكوس وفيب وسيجاره عاديه كل حاجه بقى، ما هو دماغي التابز في مخك getting back to me. ف it led to another breakdown اللي هو لا ده مش صح. فكان في تشينج بره البيزنس وبره الشغل، كان في تشينج، كان في شيفت جواك انت بقى بالظبط، او شيفت towards how I treat myself اصلا من الاول يعني. ف I think الاندرستاندينج ده بتاع اللي انا لقيت الموديل المناسب بالنسبه لي. انا بحب اعمل ايه الصبح؟ انا بحب اقرا، انا شخص بحب جدا، بموت بحس ان انا وانا بقرا كده ملياردير متقاعد خلاص، اقعد حته كده على نص كده اي كوفي شوب من اللي هم على راسة توتر وهي على راسة O1 كده، واقعد افتح كتاب كده واقرا الصبح at 8:30. الدنيا بتمطر برد رعد حر، بقعد وبعيش فورمة الملياردير المتقاعد. وانا اصلا القهوه حد حاسب لي عليها، بس اللي هو السيستم ده هنزل من البيت هروح. فاكر كان في كان عندي عربيه كده، وبجد كان التيل الفرامل بتاعها اللي ورا بايظ، وكان عربيه حلوه قوي بس كانش معايا فلوس اغير تيل الفرامل، فكان بيصفر موت لما بيصفر اللي هو يعرف فضيحه في اي شارع بس انا هروح اشرب القهوه. فبركن بعيد جدا عشان ما اعملش المصيبه بتاعت اللي يبان الموضوع، بس هروح اشرب كوبايه القهوه كانت ساعتها ب 87 جنيه، فكنت دايما بقول لسلمى انا احب بس يبقى معايا 87 جنيه دول اشرب يوم سبانيش ايس لاتيه وارجع بقى ازمر انا لا بقى ستارت وذ واي واخد نوتس وبتاع، وبعد كده ارجع البيت لسه بفكر اوت انا بحاول اعمل ايه. بس اتليست انت كنت جواك هادي. انت لما سبت الحياه القديمه وقررت بقى ان انا هصحى الساعه 5 الصبح اتمرن، علي جواه كان في خناقه. فمن كتر الاصوات اللي في مخك انت ما كنتش عارف تفكر تعمل ايه اصلا. بالظبط. لما قررت بقى ان انت علي انا هسمع نفسي وهشوف انا عايز ايه، ولقيت you established a life that suits you، عرفت بقى تسمع بالظبط الحاجات اللي انت عايز تعملها. سكت الاصوات اللي هي اصلا كانت انا واخدها معايا من الباست لايف، اللي هو لازم ده يحصل ولازم مش عارف ايه. ما لو انا مش بنام الساعه 4 الفجر يعني لازم اكون بصحى الساعه 5 الصبح، لا ولا لازم تكون بتنام 4 الفجر ولازم تصحى 5 الصبح. لازم تعمل حاجه اللي مناسبه او حتى في يعني في المايند سبيس، هنتكلم عن المايند سبيس. ايوه لازم اول في بوست كان نزلناه كان 6 a.m. club because 5 a.m. is too early. يعني كنت اللي هو كنت بقول له بحارب فكره ان انا اصحى في الضلمه. let's not normalize أيوة. ممكن اصحى في النور، يعني ممكن ابدا نطلع على الشمس مع بعض، مش لازم اطلع طبيعي الشمس الطريق وكده. بالظبط عادي جدا. طيب دلوقتي علي حصل ترانزيشن ان انت قررت انا هسيب كل حاجه واروح لحياه جديده، وحصل لك 2 shifts، واحد in your career وواحد personal shift اللي هو انت ما كنتش عارف انا مين والحاجات اللي جوايا دي كانت بتحسسني بايه. فانت في فتره في حياتك قعدت فيها مع نفسك عشان بس تفهم your emotions ودماغك اصلا الجديده بتفكر ازاي. صح. when you established a life اللي كانت مناسبه ليك واللي خلتك اهدى فتعرف تفكر، علي بقى عمل ايه؟ الشيفتس دي وصلته لايه؟ ماشي. وانا بسيب براد بول كنت انا شخص عاده مسؤول قوي، يعني مثلا لو الترابيزه دي حصل لها حاجه غالبا انا هحس ان انا المسؤول، انا هصلحها. هيجي لك بكره اقول لك ممكن بس ده بس عايزين
الحته اللي انا كنت ساتسفايد خالص دي، كنت حاسس ان مفيش منتج بيصلحها. يعني حاسس ان في ناس كتير قوي 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 زي بيعملوا شاطرين، عندهم فكره حلوه، بيعملوا حاجه، بس مش مبسوطين. انا عارف مش مبسوطين، هم اصحابي، هم الناس اللي حواليا. وفي الاخر they do what is طول on your table. الحاجات اول ما بيروح يشترك سنه في الجيم وبيخلي الممبرشيب معاه في الشنطه، او بيروح لسايكولوجيست يقول له بقى أصل انت وانت على السفره باباك زعق لك فهعمل لك انوايرنج مع مامتك وبتاع، واللي بوظ الموضوع خالص، يفلخ له عيلته. عملتهم ورحت كل الحاجات دي بقى سايكولوجيست. يعني شفت حاجات في حياتي رهيبه، مش عارف ايوه ترانزيشنز اصلا خلتك صح. تشتغل جربت كل حاجه، كل التجارب. لما كنت ونيوتريشن كنت بحاول I don't let go of my career, I don't let go of my DJ career. فكنت بعمل محاولات بائسه لان انا طب خلاص انا هشترك في الجيم ده سنه وهلبس بنطلون عليه فيل واطلع اعمل ريتريت، هعمل كل الحاجات اللي دلوقتي I understand them more and they affect me more. بس لما فهمت ده ايه اصلا، ما ينفعش اكون بعملها وانا اصلا مش عارف ايه من 9 to 5 every day فجاه بقى قاعد في دهب بمديتيت. يعني وات ان هعيط هموت يعني. اللي هو ببقى كداب كده، ارجع بعد الاستريس ده ارجع شغل تاني بقى رايح في نفس السايكل. اللي هو كان بسطره اللي هو فكان طلع لي مره وانا قاعد كده كلمه اسمها ذا مايند جيم، اللي هو حاجه تخلي الدماغ قويه انف ان لما الشخص يتفرم ما يضطرش يحصل فيه كل ده. اللي هو زي اللي هو كنت بشرحها يعني لمديري وانا بستقيل، اللي هو بقول له انا عايز اعمل حاجه كده اللي هو قبل السايكولوجيست وبعد اللي هو حاجه في النص كده، اللي هو قبل الانهيار، اللي هو يعني مش تتجبس. ممكن تعمل حاجه اللي هو تجبس على طول، مش عارف هي ايه بقى. بس كان فيها كلمه جيم وانا في نفس الوقت، هو مش بينفعش يتجمعوا مع بعض في حاجه، اللي هو في جيم وعلي، اللي هو ارفع صاحب جيم في مصر. فكان عندي ده، كنت obsessing قوي على الفكره دي ان في حاجه ناقصه. There is a product in the market في لاك في حته that is very relevant to what I like since before even Red Bull. بس عرفت تشوف الجاب ده ازاي؟ انا كنت جزء من الكلاينتيل بتاعك. انا مش لاقي، انا بروح البرودكتس اللي كانك مثلا اللي هو في حاجه بين اللحمه والفراخ. فاهم قصدي؟ فطلعت تشيكن برجر، يعني ما كانش موجود في حد قرر اللي هو انا عايز اكل فراخ برجر، فاهم؟ والله العظيم اكيد ما كانش تشيكن برجر مكبسه بجد. بنوصل مايند سبيس للتشيكن برجر. سلمى هتقطع I was very من انا صغير خالص. I remember I was very 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 passionate للمنتل هيلث من غير ما اعرف ده اسمه ايه طول عمري. ايوه بس عشان انت بتقول ان انت في الترانزيشن بتاع شغلك you understood anxiety. وقبليها كمان، يعني قبليها I loved to sit and talk with people for long hours. التيم بتاعي كنا بنحب بعض جدا. I had something for اللي الدماغ تبقى تمام. putting a space for somehow كنت بموت في الموتيفيشن سبيكرز، وبموت في الناس اللي بتطلع تعمل توكس كده، كنت بموت فيهم. اللي هو ببقى برايل واللي هو ناس حاليا مش مركزين، اللي هو ازاي الراجل ده منظم كلامه كده. وكل حاجه وتات توكس في كل ده. كنت ممكن يكون عندي جيج رايح العب الساعه 2 الفجر وقاعد بره في العربيه بتفرج على تات توك، مالهاش علاقه باللي انت داخل. وبتات توك بقى الشخص اللي جاي يحييني مزيكا حلوه، اقول له بس خد بالك تنام بدري كده. كان دايما في حته صغيره عندي كده that I really liked الحته دي. وانا فكان عندي حاجه كنت obsessing على حاجه اسمها دومين جيم، بس مكسوف اقولها عشان ما ينفعش انا اكون بعمل كده. يعني ما كنتش اقدر اكون انا الشخص اللي يقول ده. وفروم داي 1 وانا بستقيل، في ناس كتير تعرف المعلومه دي من اصدقائي في ريد بول، كنت رايح اعمل حاجه اسمها دومين جيم، بس مكسوف اقول انا رايح اعمل الحاجه دي عشان ما ينفعش الولد ده يروح يعمل جيم مهما حصل يعني ده. بس I was lucky enough ان انا قابلت سلمى بقى مراتي. ايوه سلمى كانت المدربه بتاعتي تحفه. بس قبليها هي كانت عايزاني العب حفله، العب فرح اخوها. مش مثلا ده الانترسكشن. فهي كانت عايزاني العب فرح اخوها، فهي كانت بعتالي ان انا اروح العب فرح اخوها قبل ما تتكلموا في اي حاجه ولا مايند جيم. انا دايما انا برضه عشان دايما بحكي القصه اللي هي اللي وصلت لي. بس انا كنت مره زمان عجبتني على انستجرام كده، بعت لها سيفه كسيت لي لقيت بقى واد بقى اللي هو نايت لايف بقى وبتاع. وكنت بس I don't think هي لقيت ولد اللي هي مدربه قوي في عالم المدربين وبتاع، وانا كده تخناني 15 كيلو مثلا. لقيت عامل بالنسبه لي كانت اصلا مش شايفه، بتسكرول انستجرام فوق فين في الصوره مش حد دلوقتي. بعد كده بعتت لي العب فرح اخوها في نفس الوقت اللي انت قررت تعمل فيه مايند جيم. وانا في اخر الدي جي كارير بتاعي خالص. الفكره ساعتها كنت بلعب حفله في دبي
لا قصدي لما سلمى بعتت لك كنت انت لا تفكر في فكره مايند جيم. كان في دماغي الفكره دي بس كنت لسه في ريد بول، كنت لسه بدي جي، وكنت ساعتها عندنا مانجر كده بنت بحبها جدا 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 يعني، وسلمى وصلت لي وقالت لي ان انا عايزاك تلعب فرح اخويا. ففرح اخويا ده كان في انتر كونتيننتال، فانا دي جي تكنو نايت لايف اندر جراوند، مش تكنو، كنت بلعب تك هاوس، بس انا يعني في الاغمى سنه يعني، في الاروع سنه، فاللي هو العب فرح دي كانت بالنسبه لي اللي هو دي اوفنسيف جدا الجمله دي. ازاي بتقولي كده؟ ساعتها دلوقتي بقى عادي، بقيت يعني ساعتها كان دلوقتي بقى لذيذ اللي دي جي يلعب فرح، بيجيبوا انترناشونال دي جي فرح. زمان it was a little bit locked down upon you. وانا ساعتها بقى كنت اللحظه اللي تبعت لي فيها دي، ده شكل كان اخر ويك اند في السنه. كنت بعمل حفله في دبي وراجع راكب طياره من الشارقه رايح العب في جاز كلاب مع اوسكار اند وولف، بعد كده رايح عندي في شرم الشيخ، بعد كده رايح من شرم الشيخ اقع في دهب 3 ايام اهدي حياتي، بعد كده الدي جي بارتنر بتاعي هيقابلني في دهب، هناخد فيري اللي هناخد اللي هي اللي اسمها ايه دي العباره من شرم الشيخ للغردقه، رايحين نلعب حفله فاميلي اند فريندز في سوبر باي، وهي تبعت لي اللي هو انت ما بتردش ليه، فرح اخويا في شهر واحد وبتاع. فانا اول فيديو بعتها لها في حياتي انا وعمرو ومراته معانا الكلب بتاع عمرو بنخش بيه عباره ورايحين الغردقه، اللي هو بعدين بفهمها ان انا حياتي مش في الحته دي خالص يعني، اللي هو انا مش اللي هو خلاص انا مش هلعب فرح اخوك ده. فوصلت الغردقه رحت لعبت حفله، كانت حفله سوبر، لعبت الحفله وعملنا حلو قوي و ألذ حاجه في الحياه وبتاع، بس انا مش مبسوط خالص خلاص نفسي. وهم كانوا راجعين القاهره فقلت لهم يا جماعه نزلوني في الجونه لو سمحتوا، عايز انزل في الجونه، مش هرجع دلوقتي، مش هروح الشغل، انا لازم اخد. فاول ما نزلت رايح باكل في حته، راحت سلمى مكلماني انت فين؟ قلت لها في الجونه. قالت لي كمان في الجونه؟ قالت لي حاجه بس كان معايا صاحبي، قلت له بقول لك ايه، اتمشى معايا لحد البنت دي هروح اقول لها لا واركب معاك، خليك في العربيه ما تمشيش. فقال لي خلاص ماشي بتاع. فهو فعلا سابني عندها كده فاتجوزتها. والله اللي هو سحت اللي هو في ايه، لعبت فرح اخوها ولعبت اخوها في البيت عادي، عملت كل اصلا روحته السلام عليكم انت جد. طب طلعت لي هي في اوراق ما تجيش، طلعت لي ف because I wanted to اول حد عرفت اتكلم معاه الفكره دي كانت سلمى، عشان I wanted to impress her، اللي هو انا برضو على فكره اللي هي حته الصحه دي على فكره عندي فكره حلوه وبتاع. فكان دايما الفكره دي مش بتروح بسبب اللي هي conversation بيني وبين سلمى، اللي هو كانت لازم احنا بنتكلم دايما عشان هي برضو في توبيك. ايوه لا وهي برضو she's obsessed with سلمى فيتنس ايكون ثانيه والله. فرجعت طبعا بدات اتمرن معاها عشان اللي هو وهي اصلا في الوقت ده في حياتها كانت عايزه حاجه بيربس، بالظبط عايزه تعمل حاجه مختلفه وما تبقاش the normal thing that everyone is doing. كانت حاسه اللي هو there's a gap that I'm trying to fill. هي نفس الحته ويبوندد قوي على ده. وانا بحكي لها كنت متوقع عليها تقول لي مش حاسس ان انا كده، بس بوند معايا قوي. ف ثرو بقى البريك داونز وبيتي ما فيهوش نتورك والاستقالات الكلام ده كله والكورونا كده، كانت دايما سلمى ماسكه لسه بتكونفرزيت معايا على القصه دي. بتديني تمارين، بتقول لي اكل ايه، بتقول لي بقى السيستم اللي بره الحته الدماغيه. ف once I collected كده حياتي شويه، اللي هو جمعت ان خلاص اتعودت على الشكل الجديد شويه. لا والفكره دي ممكن تحصل فعلا، مش اللي هو حاجه كانت فكره وخلاص يعني. جمعت ان في حاجه اشتغلت معايا، انا في حاجه حصلت عرفت تطلعني من حته معينه لحته ثانيه، وكان ليها ريسيبي كده معينه، ان كنت بجرب كل حاجه، اللي هو بصحى الصبح اعمل هاند ستاند عشان ادخل دم في دماغي، واطلع اجري مش عشوائي، مديتيت واتمرن واقرا حاجه، وان في ريسيبي شغاله معايا الحوار ده that is irrelevant to what is in the market. why I believe in it, why it worked for me, and this idea never goes away. بصحى من النوم بفكر في الشيء ده، مايند جيم. وسلمى الناحيه الثانيه is bonding لا she's pushing for it. هي كمان لا مش بس pushing، هي اصلا بتاكد اللي هو هيحصل. لا وسلمى برضه لما بتحط حاجه في دماغها خلاص هي وهي معاها الريسبي خلاص. وانا فقر التجارب يعني. لا لا والله بجد. لا خالص والله. بس once things became a little bit clear بالنسبه لي، ان انا I didn't go back to work, I didn't increase my DJ rate. لا ما ندمتش، ما حسيتش انت في لحظه ان انت ايه ده، انا ازاي سبت الشغل؟ تمام كنت حاسس ان كل شويه هرجع، بقعد اعمل حاجات ومش عارف ايه
بعمل حاجات لحد دلوقتي يعني، بس كان الفريكونسي مختلفه يعني. ف we decided to launch the mind gym whatever it is. هنعمل page هننزلها وهنحاول نقول الحاجه دي. طب ممكن تفهمني ايه مايند جيم بالظبط؟ ماشي. انا بالنسبه لي المايند جيم هو النادي ري imagined في المستقبل. انا في وسط بقى الكيوس دي كلها كنت بموت في النادي، اروح النادي اتبسط جدا، اقعد مع الرجاله الكبار في الساونا كده يتكلموا على حرب اكتوبر ومين عمل ايه وماتش والراجل الاهلي. قال ايه والماتش وبتاع، واتمشى في النادي كده احس ان انا I'm very happy. ايوه جود فايب. good vibes. بس كل البرودكتس اللي في الحياه اتغيرت يعني. البيوت بقت كومباوندز والتاكسي بقى اوبر مش كل حاجه بقت حاجه الا النادي لسه في بطرمان الليمون ب6 جنيه، او حتى كل حاجه مدعمه والتدعيم رهيب. حتى الفلوس نفسها دي مش موجوده. واشتراك مدى الحياه وحاجه غريبه، برودكت غريب جدا. واحنا عيله نادي قوي يعني، اللي هو ابويا كان بيزيد خلاص دايما. for me there was a lot of mind space in النادي. once I كنت اللي هو بقى صاحي يوم السبت خلاص مش قادر اجري على النادي او اخش النادي، حاسس اللي هو دماغي هديت. رغيت وماليش دعوه. الناس دي كلها مش جايه تتمرن، الناس دي كل حد جاي يعمل حاجه وبنقابل بعض في النص كده. ايوه. we started to pursue the idea of in let's change فكره الجيم into reimagining what a sports club will look like in the future. او اللي بقى اسمه by default social club. عشان الرياضه is something and الصحه is المشتق الاكبر منها يعني. it's not that you زمان كده حد يشرب سيجاره في النادي كان بيبقى تمام، عندك كشك وحشه، بس انا في النادي شربت اللي هو لو بنت كلامك انت في النادي تمام، مش في النادي بس هتصير بس الصبح عادي في النادي في النادي. لكن لو في الشارع عادي لا. بالظبط. اللي هو عند الكشك اللي هو جنب النادي لا جوه النادي تمام زي الفل. بابا بسيط. بالظبط كده، في حاجه صح في الموضوع ده. ف we started to go there اللي هو reimagining the product ده with two people that one is very very technical, understands what this is and is credible enough, وشخص هو المنتج نفسه اللي هو what will work here. ف 11 بحب قوي الديت ده. 11 الساعه 11 نزلنا اول بوست للماي سبيس اللي هو كان a platform that will help you keep your shit together. كان ده الاوبجيكتيف بتاعه لحد دلوقتي، خلي البني ادم يفضل يكيب ذا شيت توجذر. مفيش اي بروميس بقى lose weight gain weight. ما حطيناش جنبها اي definition. keep your shit together. هو ده حاجه we will hold the space ان انت بس تبقى safe هنا، المكان ده امان. بالظبط كده. وبدانا نكسبوز، كانش عندنا مكان، بدانا نبوست كل الحاجات اللي احنا كنا بنتعلمها. انا في النص عشان كنت فاكر احتاج سايكولوجيست وما لقيتش سايكولوجيست، فعملت دبلومه في المودرن ابلايد سايكولوجيز عشان بيزيكلي اعالج نفسي. اتعالجتش لسه بس فهمت السايكولوجي قوي، واكتشفت ان في حته احنا سميناها في الماي سبيس جراي ايموشنز، اللي هو مش موجوده في السايكولوجي. اللي هو انا انكشس بس مش للدرجه، انا مش زعلان بس مش مبسوط، انا مش اللي هو we have كده 7 جراي ايموشنز اللي هو how are you feeling النهارده، اللي هو مفيش شعور معين، انا بس مش تمام. احنا عاملينها كده، كانت عندنا يعني اللي هو unhappy بس مش زعلان، anxious بس مش للدرجه، متردد دايما كده. كانت كام حاجه كده. and we started tackling الايموشنز دي اللي هم جراي ايموشنز دي، اللي هو في جراي ايموشن في حته مش لازم يكون الشخص ماشي مقطع شعره عشان يبقى مجنون. بالظبط. عادي. مش لازم يكون عند السايكولوجيست عشان يبقى بيت، مش لازم يكون في اللي بيخس عشان هو تخين، مش لازم يكون رفيع يبقى رخم، ممكن مش تمام بس يصحى الصبح وبيروح الشغل وبيسرح شعره تمام وكل حاجه ومش مجنون، هو مش 100% كويس. فده هيليد اللي هو هيبقى مش كويس يعني، هيوصل اللي هو يعني هو رايح في السكه دي فمش عارف النص. فده ماي سبيس او اللي بتسمى بعد كده ماي سبيس كان هو برودكت بتاع ده with all the authenticity and possible being true to the product as it can get. اللي هو مش هنحاول ناخد روت بيبين ان احنا في حته تانيه. لا انت كنت عايز تعمل بلاتفورم حقيقي بالظبط بيتاكل emotions body nutrition everything. ما كنتش عايز تعمل اللي هو انا جاي افيكس كل حاجه، لا انا عايز ابيلد structure في ان احنا عادي ما نبقاش 100% حاسين ان احنا تمام، ويلا بقى في الحته بتاعتنا دي نwork on all of this. exactly. فبس المايند جيم وبدأ يكبر gradually، وبدأ يبقى ليه كونسيومر واضح جدا، وبدأ شايفين بدأت اتعلمت الشغل بقى يبان، اعرف التارجت اودينس بتاعنا مين، بنعمل ايه برودكتس. سالم بدأت تفهم شكل الحاجات اللي احنا محتاجين نقدمها من ناحيه البرودكتس تبقى عامله ازاي.
وبدا يبقى في ناس بتحب البرودكت ده انكلودنج احنا عشان كان بينقذنا في حياتنا يعني. لا وانت كمان دايما لما كنت بتكلم معاك كنت بحس ان انت عايز الناس تبلونج تفيد ان هي this is the space that is another home for me. ما نبقاش اللي هو انا جايه اتمرن مش عايزه اكلم حد. لا you built a family بالظبط. in this space. هو how did you establish اصلا ان احنا اي حد وحتى it's unspoken يعني انا حتى لما باجي it's unspoken that everyone feels like they belong here when we're one family no negative energy. ازاي قدرت ان انت تخلي ده التون اللي موجود جوه؟ ولما يبقى عندنا ميتنج كده يعني لما بيجي ناس جديده عشان الحمد لله التيم بيكبر وكده ف there are two punch lines كده that everyone needs to know. وفي حاجه جديد اللي هو بقى third home دلوقتي المايند سبيس از ذا third home فهتلاقي كل الفيديوهات بتقفل بكلمه third home كده. بس اول حاجه اللي احنا we are in the health entertainment business او بنبني industry اسمها health entertainment اللي هو في هيلث بزنس وفي انترتينمنت. كل حاجه بقى في edutainment وفودتينمنت وانترتينمنت واديوتينمنت بقى في كل الانترتينمنت الا الهيلث انترتينمنت. مش لازم احزق في الصحه عادي. ممكن اكون محتاج اروح انط الحبل تبقى رياضه دي رياضتي عادي. ف putting understanding احنا health entertainment بلاتفورم بيخلي الشخص جاي مبسوط اللي هو عايز يروح المكان ده معمول بطريقه للشخص ده يتبسط لما يخش مش داخل في مهمه. ف this is one side of it and we keep بنقعد نيفولف في الموضوع ده كتير قوي بنinvest فيه كتير قوي. والناحيه الثانيه ان I believe that we are in the business we're not in the business fitness ولا in the business of wellness. ما بحبش كلمه wellness خالص هتكلم في الموضوع ده. we are in the business of people the product الناس اللي شغالين الناس اللي جايه الناس we are purely in the business of people. الاشخاص اللي بتشتغل لازم يبقوا اصلا مبسوطين. لا بحس دايما ان انا دايما لما باجي مايند سبيس ان كل حد بيشتغل هم دايما they're very accepted يعني هم 100% themselves بيعملوا شغلهم مش اللي هو انا بشتغل هنا بس عشان لا انا بشتغل هنا عشان I love this place انا عايزه اديله احسن حاجه عندي. فانا بحس انت the way you're leading your team is by accepting. ودايما انت حتى في الحياه بحس ان انت your message ان انت جماعه عادي ان احنا ما نبقاش كويسين يعني طبيعي يعني مش لازم ابقى اجمد واحد في اي حاجه. وبحس اللي هو الناس دايما يا علي اللي هو بتبص على الناس الكويسه القويه. انا نفسي ابقى زي الشخص ده بس هو هل الشخص ده انت فاكر انه عارف كل حاجه؟ لا طبعا يعني الحته بتاعت اللي هو الكومبيرنج عشان الشخص البعيد انت ازاي كنت حتى ما بتبص على حد بتنزل نفسك ولا لا عادي انا تمام مش لازم ابقى في الحته دي عشان اكون وصلت. ازاي بتروح للحته دي؟ اكيد قلت لك الكلمه دي مثلا 10000 مره بس جمله بموت فيها واي حد قابلني بقى في توك قاعد معايا بيوند ال8 دقايق بكون قلت له مره اللي هو everyone you admire is still figuring it out. يعني اي حد شغله جامد بالنسبه لك متسوح. اي حد بجد ايا كان هو مين. ايوه طبعا ايلون ماسك لسه مراوش ماركت اي حد جامد حياته لو دخلت جواه لو قعدت جواه النار هتلاقيه مسوح. فده ايديا اوف ان انا فاكر ان حد figured out life ده كده عامه. ف this is one standard اللي هو دايما بقعد افكر نفسي ان everyone that you admire اي حد انت حاسس انت عايز تبقى مكانه خد تسويحته. زي كده اول ما جينا كان مودي هياخد موبايلي ياخد موبايلي بمشاكله. موبايلي فيه مشاكل شكلي وانا قاعد دلوقتي انا قاعد في بودكاست وبتاع I figured out life عندي مصايب مش عارف اعمل ايه بكره الصبح. فده understanding in the bigger the achievement the bigger the تسويحه. الشخص اللي عنده امباير كبيره جدا تسويحته كبيره جدا صغيره. ف الكومباريزن في حد ذاته دايما غلط. لو عايز تكمبير عايز يبقى عندك يخت زي واحد خد بالك بقى من صيانه اليخت والراجل اللي مش عارف ايه كل حاجه ليها يعني زي بريكوزيت او حاجه بوست ريكوزيت اللي حاجه تحصل بسببها. فالكومباريزن في حد ذاته وحش. ممكن اكون عاجبني حاجه بس لازم اكون بكمبير نفسي بيها بعمل العكس ده طول حياتي بس بقول لك ده كونسبت يعني. والناحيه الثانيه موضوع الاكسبتنس عندنا بوست كده بنحب برضه اسمه اكسبتنس ذا بيج ديل. فكره ان انا وانت قاعدين مثلا في كوبايه هنا والكوبايه دي اتكسرت على الارض. فالكوبايه اتكسرت في النص بالظبط انا وانت قاعدين في نفس الحاجه انا وانت في نفس ستيت ما فيش. وات از اكسبتنس؟ اكسبتنس از اللي في شخص هيقول يعني انا من الكوكب كله من كل البني ادمين من الخمسه اللي قاعدين في الاوضه حتى مودي ما جاتش عليه كوبايه ولا جات عليه كوبايه ده نوع. وفي واحد تاني هيقول الحمد لله ما اتعورتش سيمبل الحمد لله الكوبايه دي ما عورتنيش
controlling your reaction للحاجات الترانزيشنز بتحصل في حياتنا هو اللي لا both are true أهي. بس في حد مأكسبت ان هو الحمد لله متعورش اللي هو الحمد لله عارف في نوع بس دي صعبة قوي علي في برضه. نوعين بني ادمين لو شفت ده معروف جدا في نوعين بني ادمين في نوع بيأكسبت الحاجه for what it is وفي حد بيماجنيفاي كل حاجه بس صعب برضه ان انت تاكسبت يعني انت كعلي في كل الانسرتينتي دي ازاي وصلت ان انت تقدر تاكسبت الحاجات بالطريقه دي؟ كنت بقعد عايز حمام بالليل نفس لا بس بقولك it's things are not always برضو accepting ان في ايام you'll not be okay accepting ان في ايام things will not be going your way accepting انا بخش البيت عندنا كده في برواز زي ده بس مختلف شويه في جمله مكتوب كده كانت سلمى جايبه لي عشان بحب الجمله دي الرضا لمن يرضى ان صح الجمله دي اكتر جمله انا حاسس دي اجمل جمله في العالم بجد الجمله دي ككومبلكس موديل كده للجمل ان الشخص عشان يرضى لازم يرضى ملهاش هي كان جملتين عكس بعض اللي هو عشان الشخص يبقى راضي لازم الاول هو يرضى عشان يطلع راضي اللي هو ف understanding and always coming back للجمله دي ان لازم ترضى عشان ترضى فاللي موجود ده ورضيت بيه هترضى بيه لو ما رضيتش بيه مش هترضى بيه وانت الاكشن اللي بيطلع منك وبسببه بيطلع منك بيرجع لك بنفس الحجم بتاعه تاني ف the bigger you can work on yourself to accept و it's a lot of work اللي يكون في حاجه مشكله كبيره جدا 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 بتحصل والمشكله دي ما بطلعش فيها الرياكشن بتاع الكونشس اللي هو ايه بتاع بني ادم اللي هو سرفايفل انا الضحيه بطلع فيها الرياكشن اللي هو اخدت مرحله افكر بس في المشكله دي اللي هو دلوقتي ايه يعني هي وقعت اتكسرت حصل فانا قعدت اعيط اللي هي اتكسرت مش هعرف احل هي اتكسرت وانا زعلان الاثنين حصل لكن لو انا حسيت الحمد لله اللي هي اتكسرت فده هزعل عليه عشان هجيب كوبايه تانية بس انا مش زعلان عشان ما اتعورتش ف I will flat things out ف I think كلمه مايند سيت نفسها is irrelevant to صحيان بدري ولا اكل جلوتين فري افوكادو حلو جدا الكلام ده it works for some people it works for everyone ايوه بس قصدي this is not what will give you mindset what will give you mindset is actually to be able to set your mind انك تكون رايح في حته وانا خد حته تانية تكون دماغي رايحه عايزه اتاك الحاجه دي بس انا اوقف الموضوع ده وارجع لورا واخش افهم بقى why do people meditate ساعتها هفهم انا ليه meditate مش عشان صحي زعلان فعايز اتبسط انت you're trying to say ان الواحد لازم قبل ما يقرر ان انا ده اللي انا عايز اعمله ده اللي هينفعني انا لازم افهم ده اصلا بيتعمل ليه وبيحصل ليه وان هينفعني انا اصلا ولا لا هفهم الاوبجيكتيف بتاع الحاجه دي ليه why would I join a meditation class مثلا عشان جوه الكلاس ده بعرف احكم في دماغي فلما اطلع بره بمرن العضله اللي انا لما الايموشن ستايل عندي مش بقوم امشي بعد ساعه اعمل كده فالساعه اللي عملت كده عشان بجد الناس تخش تقول لك بجد ايه البريث ورك ده طول ما هو انت مش فاهمه او في سبب ان انا واحد مش ما عنديش سبب ان انا اخش انام ساعه على الارض بخش ادفع فلوس انام طب ما انام في السرير انام على الارض كمان لا شغل بس when you understand this is you're training yourself to set your mind to what you want مهما كان في حته صعبه يعني جالي بعد النيرفز بريك داون ده بتاع 20 واحد مثلا بس you get to be able to set your mind more اللي هو والله دي لو رحت هنا انا عارف ان دي مالهاش لازمه فهقوم امشي كده هتقمص وهمشي you know yourself too well that انت عارف ان الحته دي مش هتشتغل عندك بتدي نفسك مساحه انت عارف نفسك you never know yourself في الاخر بس بدي نفسي مساحه ان انا مثلا عندي انا كنت وانا صغير مش بعرف اتكلم كان عندي مشكله في الكلام كبيره قوي وانا طفل فكنت دايما لما اكون عايز اقول افيه مثلا على السفره مع اهلي وكده ببقى اكسايتد قوي فمش بعرف اقوله فبقول حاجه بقول حروف كده بوقع حروف على الاكل على الاكل فالكونفرزيشن بتسيبني اللي هو بيكملوا حاجه تانية في حياتهم فكان عندي a problem that I don't like being unheard it's irrelevant to Hanya not hearing me it's relevant to وانا صغير كان عندي مشكله فلما انت كمان اسمعنيش if I set my mind to remembering ان دي كانت مشكله حصلت لي وانا صغير مالهاش علاقه بده مش هزعل بس لو اللي هو نسيت ده لو ما عملتش بس فهمته ثانيه هتبقى تريجرد ايه يا هانيا في ايه اتكلم معاكي يا حاجه بالظبط كده طب علي دلوقتي احنا we established mind gym او دلوقتي اللي هو بقى mind state وبعد كده كان في shift تاني في حياتك علشان علي takes fashion يا جماعه as he takes shifts as his fashion انت كارير شيفت بس حقيقي كارير اوت اوف شيفتس forever لا بجد بحس انت you're
you really admire the transitions بالظبط. which is حاجة برضو مش سهلة ان الواحد يوصل لها عشان الناس دايما بتخاف من الترانزيشنز بس انت بتبص لها بصورة دايما ان التغيير ده او الديستنيشن الجاية اكيد فيها حاجة تحفة ليا وانا متحمس اوصل لها. بحس البرسبكتيف بتاعك في الحاجات دي بيخليك دايما رايح حتى لو انت مش عارف ايه اللي هيحصل بس اللي هو انا excited. Yes. فبسبب بقى ان انت دايما excited ان انت to go through another shift وخدت الترانزيشن بقى اللي انت دلوقتي فيه بتاع ان انت الكوميرشال سبيسز بقت فيه very very successful. احكي لي بقى ازاي رحت للترانزيشن ده مع مايند سبيس. ايوه فاهم. انا حاسس ان انا I'm making living out of change يعني خلاص خليت التشينج ده هو الكارير بتاعي عامة اللي هو يلا. بجد بس I believe ان عامة البني ادم هو لازم تعلمي حاجة كده تروح اللي بعديها يعني قصدي the idea of اللي هو you learn things if you don't put الحاجات التعليم دي بره مش ملهاش لازمة يعني. ف the mind space is still a very 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 extremely long plan that is I see it very clear. I know what I want to do. I know how big this can be. إن شاء الله يعني حاجة بإذن الله. I have very big hopes to this product. بس while this was happening اكتشفت برضه أنا بحب قوي تاخد حاجة تحصل كده تبقى مكان كده فاضي كده ويحصل فيه كونسبت والناس تيجي. تحفة. حسيت الحاجة دي is again برضه from back in the days بقى من أيام الجامعة كنت بخش كلوبز لما بقيت دي جي لما بقيت مش عارف إيه شفت عندي passion towards إن الناس تيجي حته تتبسط مع بعض اللي هو نيجي كلنا ونتبسط. ف بدا يجي لي opportunities مع ناس كتير I'm very grateful for believe في vision او في حاجه انا اقدر اعملها فبيدوا لك سبيس فاضي. وفي برضه في موضوع اللي هو creating commercial spaces والحاجات دي برضه زي ما كل حد كده كان في blessing بيحصل برضه معين. I was blessed with a lot of people that helped me بس في برضه اللي هو شخص برضو معين كان اللي هو very very اللي هو تكميل للكيوس. مفيش حاجه بتطلع برضو من الفكره بس في الفكره والحد برضو اللي بيحتفها دول زي ما انت ساعدتني في اللي احنا فيه دلوقتي. فبرضو شاوت اوت للشخص ده انا مش خالص بس this was برضو something that made the road easier وان حد يقول لك ده اللي هنعمله هنتفق اللي هو ده حقيقي ده مش حقيقي بس نعمله. ايوه بس صح تحفه. we're very blessed الصراحه بالناس اللي بتساعدنا في الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. we built together me and a lot of people عشان برضو مش personal success. انت صاحبك انت قوي يا علي مع نفسك. لا والله بجد دي حاجه بتعلمها منك. ايوه في حاجه في ناس انت من انا بس خايف قوي اصلا اقول اسامي يطلع اسامي غلط فاللي هو بقى اقول لناس كتير عارفين نفسهم كلهم جامدين. ف بس I found another passion on the way and I like to go somewhere that there's no people there and then we build something for people to come والناس تيجي ويبقى الناس ده بقى اللي هو عارفه لما في اي ديزاين او تروح ديزاين هاوس بيطلع لك ديزاين كده بيحط لك فيه ناس كده بيحط لك فيه بني ادمين كده مش حقيقيين ست كده شعرها اصفر وتمشي كلب كده في صوره كده في الديزاين كده اللي هو بيطلعوها لما بني ادمين مش حقيقيين. في عربيه كده مرسيدس معينه كده مش حقيقيه برضه سقفها مفتوحه في شكل كده في الديزاين عامه لو قلت المبنى شكله هيبقى كده في ست ماشيه فيه بالكلب والنضاره في ست بتجري كده بمكان توب كده. ف I find it fascinating بجد حاجه بتديني satisfaction كبير قوي ان you go somewhere المكان ده مفيش حاجه خالص مفيش بني ادمين مفيش حياه and then somehow something comes to life and it brings life there. ايوه انت بتحب تشوف الحاجه ما فيهاش حياه وتبني لها حياه. لو حد نروح نقعد ونفكر ونقول ان لو عملنا ده هنا الناس هتيجي الحته دي. وفي حاجه كده كانت مره حد هي كانت بالنسبه لي لايف تشينجينج يعني برضو بحبها جدا ان ربنا بيحب قوي الناس اللي بتعمر في الارض. محظوظين قوي اللي دي ستيت ديفلوبرز دول اللي هم they get to do something that God likes اللي هو روح حته وما تبقاش في حد وفيها ناس وعايشه وعندهم حياه وعندهم وتبقى انت جزء من ان انت عمرت الحته دي بقى في حياه. ايوه وبسبب هنا بقى في حياه بقى في ناس كتير تستفيد وبقى في حاجه تحصل. ف aside of الباشن بتاعي الرهيب towards the purpose behind the mind space because I'm a human every now and then you need to create something and learn from and deal with other people and come back to your main project and give it and then go back meet a new person. الاوتلت بتاعي بقى دايما في حته الترانزيشن
بتاع في حاجه حصلت، انا شفت حاجه I think it's cool we need to do it، فيحصل بالصدفه ربنا يكرم ويبقى في حاجه ممكن نعملها، اللي هو ايه ده، في حته ارض هنا، يلا في حاجه هنا. انت برضو بحس انت دايما you're pushed من حتة ان انا عايزة اساعد البني ادمين، يعني انا اي حاجة هعملها هيبقى انا عايز انبسط. ما فايدة ان positive outcome for people to be less stressed، عشان انت you went through a lot of stress، فحاسس اللي هو انا عايز انقذ الحتة دي في العالم. عندي موتيف كده I want to create alternative entertainment عامة، الحاجة البني ادم الحاجة اللي متعودين عليها بيعمل شيفت في حياته، بيروح من حتة لحتة، بيبقى صعب قوي يلاقي حاجة تسليه او تخليه مبسوط، فبيضطر يرجع حاجة قديمة، بيضطر يرجع للهابت، ما انا مش هبقى زهقان وبغير حياتي صح because I think I was blessed enough ان ربنا حطني في passes جربت وحاجات كتير جدا، واللي هو فريكيكو يعني وكده، فبقيت وانا بحاول اغير حياتي مش لاقي برودكتس معينه، فدايما بحاول اكريت البرودكتس دي، مش كلها ليها علاقه بالحاجه اللي انا باشنت ليها قوي اللي هي ذا مايند سبيس، بس كلها ليها علاقه باللي انا عارف ان if this product exists في ناس كتير هتحب تروح، if this product exists الناس كتير، فالكوميرشال سبيسز از وير الاوتلت ده بيحصل، اللي هو اللي حطينا ده جنب ده جنب ده هيحصل حاجه كويسه. الكوميرشال سبيس بيبقى فيه كل الحاجات دي، يعني بيبقى فيه كل واحد بيبقى ليه بيتكلم مع مين عايز بيه، ممكن الحاجات دي تبقى اجنايتد بسبب ان انا قعدت مع حد حكى لي قصه، فانا اصلا مش هروح المكان ده، بس انا عارف في ناس هتروح، ف قصه الكوميرشال سبيسز او قصه برضو I have something to do with events برضو مع شخصيه جميله جدا، عشان برضو كان جدا جدا يعني فل برضو creating events that are on the alternative sides where people will not see this again، هو ده هيحصل مرة، we've done a lot of this اكيد كتير من الحاجات، يعني اللي هو دي مش هتحصل تاني، هو ده المرة دي، هي دي المرة دي. ف bringing people somewhere والمكان ده يخشوا حياة والايكو سيستم هنا يتغير، بيديلك satisfaction مرعب. مبقاش عندي مشكلة يبقى قفايا زي اللون دلوقتي كده اسود من كتر ما انا قورت في الشمس اخر اسبوعين، فببقى دايما عمال افكر ان once this done والناس تيجي I will feel very satisfied and then the satisfaction will تحس انت رسالتك في الارض مظبوط، حصل تعميريه كمان كده، ف creating alternative option of entertainment للناس عامة for them to go somewhere and connect and it's not necessarily always بالاشكال الطبيعيه، يعني في حاجات كتير، ف I'm very much towards الفكره دي، اللي هو اروح ناحيه حاجه واعمل في حاجه جديده واشوف اللي هيحصل، وساعات بتبقى حاجات حلوه قوي، وساعات بتبقى حاجات بتموت هاف واي، وساعات حاجات بتبقى وحشه جدا. تحفه، لا تحفه يا علي صراحه. انا you're someone بجد that I admire في حته الترانزيشنز، ان انت you shine through uncertainty، ودي حاجه عمر ما حد بيعرف يوصل لها ولا حد بيعرف يعملها، وانا حاسه ان انت حتى probably وانت في الانسرتينتي ما كنتش عارف تعمل ايه، بس توكلت وتقبلت ورضيت وقلت خلاص انا همشي الطريق ده ربنا كاتبهولي، بتلاقي بقى الاوتلت بتاعك في النص. فهو بصراحه يعني I'm so proud of you بجد، و I always look up to you بجد. لا والله بجد. لا بس والله لا انا بحس الموضوع ده، انت بتقولي كده بحس ان انا مش في الحته دي، بس لا انت هناك والله، يعني you're someone that shines through. انا حتى النهارده لما كنت بفكر في كل حاجه هنقولها كنت كاتبه علي حد made a career out of shifts، ودي مش حاجه سهله حد يعملها، بالذات في السوسايتي بتاعتنا وبالمسؤوليات اللي عليك. في حاجه تحفه في حياتنا دلوقتي ونحبها جدا. المسؤوليات اللي عليا بقى ايه المسؤوليات اللي عليا، مسؤوليات كل حد في حياتنا عايزين محفظتي خدوها مسؤوليات تكروت جوه. لا بس والله I'm so proud of you بجد، والله تحفه. شكرا جدا. ويعني حاسه ان in 10 years علي احمد هنكبر الكنبه بقى دي، هنكبر الكنبه جدا والفريم، وهنروح في حتت في ترانزيشنز ألذ واعمق واصعب وهنطلع منها ولا so proud of you بجد. احنا عندنا الترانزيشن بتاع ان احنا عملت انت مايند سبيس فشيخ ناجح احسن في الحياه. لا والله تحفه، ومش بقول كان ده عشانكم بس، انا عارفه قد ايه انتوا عملتوا ده بقلبكم، فبالنسبه لي everything that you put your heart in comes out amazing.
وفي ال commercial spaces transition اللي انت دخلت فيه and you الحمد لله ما شاء الله you've been very successful. في بقى حاجة كمان انت ما شاء الله very successful فيها وكونسبت كان أول مرة يتعمل في مصر. احكي لي أكتر عن Purple Bee. بيرفكت بي كده اللي هو برضه حاجه ماليش دعوه بيها، اللي هو ما فهمش في الاف ام بي خالص. أنا صاحب جيم صار جيم ومحل اكل محلات كل واعمل كورس بيز ايفنت. لا بس برضه بيرفكت بي از like most of the things. في حد بيفهم جدا في الاكل، في حد passionate قوي about the product، وانا passionate قوي about making the product happen. الناس تروح تطلبه ويحبوه. ف برضه I was blessed with people that understand what they want to do جدا. و I wanted to do what I like، اللي هو I bring the idea الناس اللي هتيجي بقى بالظبط كده. ف it falls under the same thing، و it falls برضه under the idea of ان هو مش your traditional go to يلا منتجات غريبة exotic كده لذيذ. ف it's part of building something that people are going to it، ومش traditional way يعني. لا وكمان بدأتوا أول حاجة في الجونة هو في رحنا على طول. ايوه اللي هو انتوا مش مثلا بدأنا في القاهرة، لا احنا بدأنا في أبعد حتة وجبناه بقى بعد كده. لا لذيذ. ايوه موت فيه صراحة. ايوه لا انا obsessed بيه الصراحة. تحفة. عندي سؤال أخير. انا عندي حاجة عايز اقولها كده بس قولي انت سؤال. ماشي هسألك سؤال. برضو بنسأله لكل حد بيجي. لو هتوصف آخر سنة في حياتك هتوصفها في كلمة واحدة ايه وليه؟ لو هوصف اخر سنه في حياتي ينفع اشتم ولا لا؟ روحك يا علول. لا لا اخر سنه في حياتي كانت يعني فيها حاجات كتير قوي حصلت. I think it was mostly ان انا I was growing up. يعني كنت بقى بتحول من I think it was a year of growth. يعني كان فيها حته اللي هو فجأة كده growth. يعني لو هي كلمة واحدة it was a year of growth عامة في mentality، في understanding الحاجات بشكل مختلف شوية، reacting الحاجات بشكل مختلف شوية. طب وليه growth يعني specific الكلمة دي؟ ليه الحاجة اللي خلتك تبقى؟ في واحد اسمه برضه مش هقول اسمه قال لي في واحد اسمه برضه مش هقول المدير اللي جزمته مقطعة ومدير مش شاطر. فكنت فاهم مرة قال لي كده، كان عامل كده كوميرشال ديستنيشن وبجري في كل حتة كده، بروح أصلح البتاع ده واروح هنا ومش عارف ايه، فاكر ان انا شاطر كده، واقعد بقى آخر اليوم مفيش صفر، مفيش بقى ميت خالص، وفاكر ان انا شاطر. وكان بجد الحاجه كانت طالعه حلوه قوي، يعني البرودكت كانت طالعه بس انا عليه كان زين، بس انا كنت في حته متوفي يعني، في حته يعني. بجد كان حالتي صعبه جدا يعني. فالراجل ده جه قال لي الجمله دي بالظبط كده، قال لي المدير اللي جزمته مش مقطعه مش شاطر. واستفزني جدا، حسيت اللي هو يعني انت عايزني اقعد يعني احط رجل على رجل. خدتها in a very bad way. This was 3 years ago. خدتها بطريقه وحشه جدا، اللي هو كان بالنسبه لي اللي هو كنت انت تبقى مدير، اللي هو جوه دماغي يعني، ده انا اللي مدير المشروع كده كان انا هنا انا صاحب المكان. والجمله دي الراجل ده اكتر حد من اكتر الناس قالت لي جمله صح في حياتي، وليه علاقه جدا بالجروث. ان not because you want to run a show you need to run everywhere. You have to learn how to find your run a show from a space where you can actually look for the people that are running. عشان حد يجي غلط تقول له يعمل كده، مش تجري دايركت. انت محتاج ان انت توجه تاني يتوهوا اتنين يتوه كده، تنسى ورا ده تنسى ده. صح. I think until the beginning of this year I used to run after everyone. عايز كل حد شكله معين ويجري هنا ويجي ايه. السنه دي اتعلمت فكره ان you have to be at the lighthouse, look at things and direct people، وتسيبهم يتوهوا شويه، اللي هو قبل ما يقف الميه على طول هوب خش. وفهمت الرول ده قد ايه اصعب من الجري، بس في نفس الوقت مش بيقطع الجزم. ف الجمله دي كانت اي اوبننج بالنسبه لك جدا جدا، كانت يعني تحفه، وخلتك بقى اخر سنه دي تبقى بالنسبه لك حصل جروث. فهمت الجمله دي وفهمتها وكنت فاهمها خالص وطبقتها. مهمه برضو. وفهمت السنه دي ان التشينج او كده ده عامل زي السوفت وير ابديت كده، اللي انا لو موبايلي بقالي سنين مش بعمل له سوفت وير ابديت، او لو اي جهاز في حياتي ما عندوش اي سوفت وير ابديت مش هيشتغل، هيبوظ، هيقفل ويقول 20 hours. عارفه الجمله اللي هي اللي عارفه الجمله الموبايل بيروح قافل ده خلاص. فاي بني ادم بيرزيست تشينج او مش بيحاول يتغير او مش بيحاول يبطل يجري او يبطل يكون هو الفريكيكو او يبطل لازم يحصل تشينج فيري فريكوينت. دايما تعمل تغيير، لازم لو مش بتغير الموبايل هيحصل او السوفت وير هيبوظ. ف there are two types of people: someone that waits for the system to collapse ويعمل غصب عنه لازم يعمله، بس بيكون بقى ساعتها حصل اللي هو 20 مره حصلوا لي برضه عادي.
وفي شخص فاهم ان ده اللي بيحصل فneeds everyone to stop every once in a while stop and حط الموبايل في الشاحن ويدوس الثلاث زراير اللي فوق مع بعض دول ويدوس ابديت سوفت وير ويبدا بالسوفت وير الجديد اللي هو ده السوفت وير الجديد بتاعي. انا كنت الاسبوع اللي فات بزعق، الاسبوع ده مش بزعق، الاسبوع ده مش عارف ايه. فدي اكتر حاجتين اتعلمتهم فهمتهم السنه دي، ان ما توصلش للبريكنج بوينت قبليها بلحظه كده اروح حاطط الموبايل في تشارجر وغير السوفت وير، وان try to orchestrate حاول تبقى ليك رول غير وفي حاجات تانية ممكن والحاجه جديده بعملها بجري فيها بس مش لازم تكون بتجري في كل حاجه. ف I think it was a year of growth وحاجات كتير بقى معايا بس يعني mainly it was the year of growth. ايوه تحفه. ودي سنه طلعت فيها بودكاست. ايوه مش مدفوع لي فلوس يا جماعه اي اعلانات تطلع في المنطقه دي غير اعلان ماين سبيس ده ماين دوت سبيس. ماين سبيس از اور هوم. ايوه تحفه يا علولي. لا علولي والله I'm so proud. انا so happy ان انت معايا بجد. انت والله شخص انا بتعلم منه as I go في حياتي، مش اللي هو ايه هتعيط كله بيعيط على الكنبه دي بتاعت عياط. بس I'm so proud و thank you so much for being here و thank you for putting all of this out there. انا عارفه ان انت عمرك ما اتكلمت كل الكلام ده على platform podcast ف I'm very grateful و I can't wait for everyone to see this. وانا كمان I'm very extremely proud انت عملتي ده اخيرا. صح يعني هاني انت عايزه مذيعه عامه فده بدايه MBC مصر خدوا بالكم. لا I'm very happy I'm here. It was very easy. I had fun. وانا كمان عندي رهبه كده كنت anxious ايام فكره ان انا اقعد اتكلم بس انا خايف كنت بخاف من المايك ده غالبا. الحمد لله مش موجود. انا قلت اول حاجه يا جماعه احنا في حته المايك ده اول حاجه احنا هنعملها. مش حاسس انا بتكلم مع حاجه. ايوه قاعدين عادي على الكنبه وورانا برواز احمر والموضوع طيب. واسمهم ايه حكيم وكريم لو سمحتوا كلموني عشان عندي حاجه جدا عايز اقولها في البودكاست. تحفه. Thank you علولي. باي باي. I love you. You're amazing. باي باي.